اليوم غادي نهضروا على أول إنسان كتب وثاني نبي من بعد سيدنا شيت وسيدنا آدم عليهم السلام. اليوم الحلقة على سيدنا إدريس، ولكن قبل ما نكملوا خليني نفكرك بالحلقة اللي فاتت باش نكونوا في مستوى واحد. من بعد مقتل قابيل خو هابيل هرب من البلاصة اللي كان ساكن فيها مع سيدنا آدم وعاش في واحد البلاصة بعيدة، ومن بعد شوية الله عز وجل وهب سيدنا آدم بولد جديد وكان اسمه شيت. شيت كيف ما قلت لك راه كان نبي من بعد آدم عليه السلام، وكان عنده ولد اسمه مهلائيل. مهلائيل كان بطل حرب بين الإنسان وبين الشر من شياطين وجن إلى آخره. ومن بعد تولد الابن ديالو يارد، واللي جا منه الحفيد ديالو إدريس عليه السلام. فما تنساش لايك للفيديو والبارطاج. معكم مصطفى بسيكونات. للأسف سيدنا إدريس من الأنبياء اللي الحياة ديالو ما معروفش عليها تفاصيل بزاف، على الرغم من أنه كتعتبر واحد من أهم الأنبياء اللي تبعته وعلموا البشر أسس الاجتماع والعيش إلى آخره. فالعلماء اختلفوا في المدينة اللي تولد فيها سيدنا إدريس، فكاين اللي كيقول في فلسطين وكاين اللي كيقول في بابل. فمن بعد ما عاش سيدنا إدريس في بابل لواحد الفترة بعثه الله عز وجل بالدعوة للناس ديال بابل، وهذا الشيء بسبب انهم بداو كينساو كيفقدوا التعاليم ديال سيدنا ادم وشيت عليهم السلام، فبداو كيرجعوا عاوتاني للعصيان اللي كان منتشر في عصر مهلائيل. وهذا الشيء طبعا قلناه في الحلقه اللي فاتت. فبداو الناس كينساو العباده ديال الله عز وجل وكينساو الفضل ديالو عليهم. فبدا سيدنا ادريس يدعوهم لعباده الله واتباع التعاليم ديال جدودهم شيت وسيدنا ادم. ولكن المشكله ان العدد اللي تبع سيدنا ادريس كان قليل بزاف، والباقي بقاو في العصيان. فطلب النبي إدريس عليه السلام من الله عز وجل أنه يهديه في بلاصة أخرى تكون بحال بابل باش يبدا يبنيها ويصوبها، فهداه الله لمصر. فبسرعة قرر سيدنا إدريس أنه يبعد من بابل والناس ديالها، وخدم معاه الناس اللي آمنت بهم شبيهم لمصر. ولكن وبالرغم من أن العدد ديالهم قليل، ولكن كان صعيب على الأغلبية ديالهم أنهم يخليوا بابل ويرحلوا لبلاصة أخرى. فقالوا ليه فين غادي نلقاو شي بلاصه فيها داك الشي بحال اللي كنلقاو في بابل؟ فقال لهم سيدنا إدريس الله رزقنا في بابل وهو اللي غادي يرزقنا في بلاصة أخرى. الحقيقة أن اليقين ديال النبي إدريس عليه السلام في الكرم ديال الله عز وجل كان مأثر على الناس اللي آمنوا بالدعوة ديالو، وبالفعل مشاو مع عدد لا بأس به من الناس وشدوا الطريق لمصر. وسيدنا إدريس عليه السلام كان أول من خط بالقلم، فهو اللي علم الناس التدوين والكتابة، وكذلك علم البشر الخياطة وصناعة الملابس باش تحميهم من البرد. فكان عنده علم كبير، وقدر بفضل الله أنه ينقله للناس اللي معاه، وكان كيأكد على الناس أنه كاين بعث من بعد الموت والحساب كيكون في الآخرة، والإيمان بأن الله واحد خالق هذا الكون. وبحال كاع الأنبياء والرسل أمر الناس اللي كتآمن بالضرورة ديال التطهر والصلاة الرب العالمين والصيام لوجه الله، وحاول يقنعهم بالفضل ديال هاد العبادات وعلاش اصلا كنديروها. وكتعتبر سيدنا ادريس اول من علم الانسان طرق التعايش الاجتماعي والمواطنه. وفي الزمان ديالو كانت كاينه 72 لغه كيتكلموا بها البشر، ولكنه كان كيعرفهم كاملين وقادر يدوي ويتواصل مع الناس بهم. وطبعا قدر يدون صحف الوحي اللي نزلت عليه من عند الله عز وجل وعطاها للناس باش يتعلموا منها ويطبقوا التعاليم ديال الله عز وجل اللي امر بها الناس. فبقى سيدنا إدريس سنوات على هذا الحال، عبادة وتقوى والدعوة لله عز وجل، حتى جا النهار اللي وقعت فيه الحادثة. ففي واحد النهار أوحى الله تعالى لسيدنا إدريس أنه في كل نهار كترفع عليه الأعمال ديالو، وهذه الأعمال كتساوي جميع أعمال البشر، يعني الأعمال ديال الناس كاملة كتساوي الأعمال ديال سيدنا إدريس بوحده. فبغى سيدنا إدريس أنه يتزادوا الأعمال ديالو عند الله. فنزل ملاك من الملائكة كان خليل ديال سيدنا إدريس، فقال له النبي إدريس عليه السلام أن الله عز وجل وحالي بكذا وكذا. فقال له دوي مع ملك الموت باش يأخر الموت ديالي، فداك الساعة غادي يتزادوا الأعمال ديالي. فداك الشي اللي كان هزو داك الملاك بالجناح ديالو وطلع به للسما. فملي وصلوا للسما الرابعة تلقاهم ملك الموت هابط. فقال داك الملك الملك الموت هاشنو قال لي سيدنا إدريس؟ فقال ملك الموت الآخر فين هو ادريس دابا؟ فرد عليه ها هو على ظهري.
فجاوبوا ملك الموت: يا للعجب، بعثني الله وقال لي نقبض الروح ديال إدريس في السما الرابعة. فهاد الشي خلاني نقول كيفاش غادي نقبض روحه في السما الرابعة وهو في الأرض. فقبض الروح ديالو تما. وهذا هو اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: ورفعناه مكانا عليا. في الحقيقة كنت كنتمنى يكونوا موجودين معلومات كتر على سيدنا إدريس، فإذا كتعرف انت شي معلومات أخرى شاركهم معنا في كومنتير. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.